ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال دايما يا رب. في البداية حابب اقول ان في انواع واشكال كتيرة للتايبوجرافي بورتريت، بس احنا في الفيديو ده هنركز على اسهل واكتر نوع محبوب عند الناس. من الاخر هنعرف ايه الطريقة المناسبة اللي بيها نقدر نعمل التايبوجرافي بورتريت من غير تعقيد والخوض في تفاصيل كتير انت في غنى عنها. في البداية حابب اعرفك يعني ايه اصلا تايبوجرافي بورتريت. هو فن جديد في عالم الرسم الجرافيتي بيجمع ما بين جمال الحروف العربية أو الأجنبية لعمل صور فنية مبدعة، غالبا ما تكون محملة بالمعنى أو مقالات شهيرة أو اسم صاحب الصورة أو الفنان أو اللاعب أيا يكن يعني. وفي رأيي الشخصي بحس إن الحروف العربية في نوع الفن ده بالذات بتبقى أقوى وأجمل، لأن طبيعة الخط العربي متحررة ومتنوعة وبتضيف تفاصيل أكتر، وفيها تشكيل حروف وأشكال كتير غير الخطوط الأجنبية اللي في الأول في الآخر بيبقى لها اسطمبة وشكل واحد ما تقدرش تخرج براهم كتير. أنا محمد جادو ودي قناة جادو جرافيك، فمن غير تفاصيل كتير نخش في الشرح على طول. طبعا ده ملف اللي أنا هرفعه مع الفيديو بإذن الله. هيبقى فيه الأرابيك كاليجرافي اللي هي الحروف اللي احنا هنستخدمها في التصميم، وفيها صورة الموديل ودوت الملف الفاينل BSD. يعني لو حد محتاجه كده ممكن يتواصل معايا وانا هرسله له برضه مفيش مشاكل، اللي هو فيه النتيجة النهائية بإذن الله اللي هنطلع بيها وهي بالمنظر اللي قدامكم ده. طيب في البداية هنفتح مقاس جديد، تمام؟ واعذروني شوية عشان انا متوتر لان انا غايب بقالي فترة كبيرة وده اول رجوع بعد الغياب، فان شاء الله خير. عامة هنفتح مقاس 1080 في 1080 ريزوليوشن 300. اهم حاجة ناخد بالنا ان هو بيكسل 1080 في 1080 بيكسل، والباك جراوند هنخليها اسود. تمام، نعمل كرييت. هنيجي في الملف اللي انا رفعه لكم عن الفيديو ان شاء الله، هنجيب صورة الموديل، تمام، وهنحطها في التصميم بتاعنا ونكبرها شوية واحنا دايسين على شيفت. يعني بنحطها واحنا دايسين على شيفت عشان الابعاد بتاعتنا. تمام، بعد كده اوكي، او هو في العلامة هنا بتاع برنامج التسجيل لغيها يعني واقف عليها. ماشي انتر، حلو الكلام. مثلا ممكن ننزله شوية تحت كده، حلو قوي. هنجمع صورة الموديل والباك جراوند وكنترول اي عشان نجمعهم مع بعض في لاير واحد، وبعد كده هندوس كنترول شيفت يو عشان يخلي لنا التصميم بالابيض والاسود زي ما انتم شايفين. حلو الكلام. بعد ما نعمل التصميم بالابيض بالاسود هنيجي هنا وندوس دبليكيت لاير. حلو، هنسميه اي حاجة يعني مش هنفرق، هنسميه مثلا مان، ونعمل نيو. اسم البتاع دوت هيستخدم في الستارت. طب ليه انا بقول الكلام دوت وهنعمل منه ليه لاير جديد؟ هنفهم كمان شويه. هنيجي من فلتر للملف التاني. احنا دلوقتي بقى عندنا ملفين، ده واللي انا عملت له دبليكيت لاير اللي هو اللاير التانية دي. تمام، هنيجي من فلتر على بلور، جيشن بلور، هنخليها مثلا 4 انا شايفها مناسبة مفيش مشاكل. اوكي، بعد كده هندوس كنترول اس، حلو، ونحفظها عندنا وهنسميها باسمها اللي هو ديستورت عادي. اوكي كده اتسيفت خلاص، احنا مش عايزينها تاني في حاجة. حلو الكلام. هنيجي هنا عند صورة الموديل بتاعنا، يعني هنيجي ونحط عليه الكاليجرافي. حلو، كنترول تي عشان نتحكم في المقاس، وهنصغره شوية، يعني ممكن برضو نصغره شوية كمان. تمام كده، حلو قوي. هنيجي هنا هندوس كليكين هنا عشان نجيب الافكتات، وهنيجي عند دروب شادو وهنخليه 50. تمام، واهم حاجة نورمال مش مالتيبلاي. وديستنس اللي هي المسافة انا بفضل يعني خليها عادي، ممكن ننزلها شوية ل7 أو 5 يعني مش هتفرق، ما نزيدش عن كده واستفضل. يعني ما بين البنين نخلينا خير الامور الوسط، نخلينا في 6. حلو الكلام. حلو، هنيجي هنا واحنا ندوس الت عشان نعمل لاير جديدة وشيفت، يعني مجرد ما اسيب ايدي بص هيبقى عامل منه لاير جديد. احددهم مع بعض واروح الت وشيفت واسحب. حلو قوي. هحدد دول كلهم كنترول وحدد، بعد كده ادوس كنترول جي عشان اجمعهم في جروب واحد. بعد ما اجمعهم في جروب واحد يعني هصغرهم شويه كده برضو وهحطهم كده، احاول املى بيهم الصوره على قد ما اقدر، يعني اعملها كده 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 كده. حلو، وهدوس شيفت وانا في اول لاير لاخر لاير، وهدوس شيفت
احددهم كلهم مع بعض كنترول جي. بعد كده هصغرهم برضو تاني واحاول املى بيهم الصور عشان اخلي فيه ديبس في الموضوع، يبقى فيه عمق. طبعا الكلام يمكن ده مش واضح وحاسين ان هو كتير، بس بعد في النتيجة النهائية هتفهموا ليه. هجمعهم كلهم برضو في جروب واحد، وبعد كده كنترول اي عشان اخليهم في لاير واحدة. حلو الكلام. وبعد كده احولها لسمارت اوبجكت. بعد ما احولها لسمارت اوبجكت هاجي من فلتر ديستورت ديسبليس. حلو. هنا يعني ممكن نخليها 5 او ممكن نخليها لحد 7 برضو. حلو اللي هي هنا دي. هندوس اوكي ونجيب ديستورت اللي احنا الملف اللي احنا حفظناه وندوس اوبن. تمام. انا ليه بعمل كده؟ هو هياخد الشادو والبتاع من الصورة الاصلية. الكلام هيبقى واضح دلوقتي. هنيجي هنا ونعمل سوليد كلر، سوليد كلر. اوكي. ودي هنفك عنها القفل ونطلعها فوق، ونيجي هنا ونخليها لينر بيرد. حلو. طبعا زي ما انتم شايفين في ديبس في الموضوع، والحروف اتطبعت على الشكل بشكل كبير جدا. تمام. طبعا لو انا عايز مثلا اغير حجمها، اعمل مش عارف ايه، احركها عادي جدا. يعني انا هتحكم كده واصغرها مثلا تاني. حلو. وهالت برضو واسحب. ايوه. يعني طبعا كده شايف في ديبس اكتر في الموضوع، والتصميم بقى شكله اجمل. حلو الكلام. حلو جدا. هجمع دول كلهم في لاير. حلو. واسميه خلفيه او باك جراوند، يعني لو انت بتحب الانجليزي اوي. وهاجي هنا هعمل لاير جديده واجيب الفرشه. تمام. اللون اللي انا هستخدمه في التصميم هو اللون الجرين. يعني انا هعدل في الدرجات ديت، هخليها جرين عند الجرين 255. يعني انا هو مش هختار اي لون يا جدعان، لا انا هاجي هنا وهخلي دي 0 ودي 0 وهخلي دي 255. انا عايز اللون الاخضر اللي هو الاخضر بجد، مفيش اي حاجه تاني. حلو الكلام. وبعد كده هدوس اهم حاجه تبقى الفرشه الهاردنس 0 عشان تبقى سموث. وهاجي هنا وادوس دوسه واحده. حلو. بعد كده اخليها color blur. تمام. يعني ممكن اكبرها شويه بالشكل ده. جميل جدا يعني. ماشي. حلو كده. حلو. حلو. وبعد كده هعمل لير كمان، وهاجي هنا واعمل برضو، بس اخلي حجم الفرشه كبير. بخليه كبير من حرف الدال وصغير من حرف الجيم. تمام. اخليه كبير بالشكل ده، واجي هنا واخليه سكرين. حلو الكلام. طبعا زي ما انت شايف، يعني ممكن هتكون مش عارف واضحه عندك في الشاشه ولا ايه، بس انا كل ما بحرك الضوء ورا بلاقي ان الحروف ظهرت، ودوت طبعا بيبقى شكله جميل جدا، حاجه لطيفه قوي. حلو. فاحنا هنيجي هنا ونخليها مثلا كأن الضوء جاي من هنا بقى يعني، ونكبرها كده بالشكل ده. تمام. نبعده شويه كده. ماشي. حلو قوي الكلام. تمام. بعد كده يعني انتوا لو شفتوا التصميم الفاينل، يعني انا كنت حاطط فيه ايه، حروف والكلام ده كله. طبعا يعني لو حد خد باله هنا الديتيلز واضحه والصوره اوضح. ليه؟ لان انا ممكن اجي هنا يعني بعد ما عملت الخلفيه اجي واجيب الليفلز واعلي الليفلز شويه. حلو. وافتحها في النص كده، يعني مش قوي. ماشي. واقلل شبه سنه، مش قوي برضه، حاجه بسيطه جدا. تمام. طبعا ده بيبقى في التصميم بيبقى شكله اجمل معايا من كده، بيبقى فيه شويه ضوء اكتر والتفاصيل واضحه. حلو. هنيجي على الخطوط. يعني انا هستخدم خط كده واعمل فيه تشكيل زي ما انا عامل في التصميم التاني. الخط عامه ديواني، وهبقى اسيب لكم برضو لينك الخط في الديسكريبشن. هعمل حرف العين. حلو. اصغره برضو شويه. حلو الكلام. تمام. انا هخليه باللون الابيض. حلو. هخلي ده مرجع عندي للخط، وانا على نفس اللاير بدوس الت واسحب، هو تلقائي بيعمل لاير جديده من غير بقى كنترول جي والجو ده. هدوس كنترول تي عشان اتحكم في الحجم وابتدي مثلا احركهم بالشكل ده. حلو قوي. وبعد كده هاجي على بلور، هعمل له جيشن بلور، يعني ممكن عادي نكررته. ماشي. حلو. او 4. تمام. مناسب بالنسبه لي. وهاجي على فلتر
اكسبلور واخليه موشن بلور، يبقى فيه شويه حركه كده. طبعا كل ما تزود كل ما الحركه تزداد، بس انا مش عايزين قوي يعني، عايزين الحركه هتبقى خفيفه برضه. واهم حاجه برضه احنا ناخد بالنا ان في الموشن بلور اتجاه الحركه، يعني انا عامل اتجاه الحركه كأن يعني مش عارف هتبان لك كويس ولا ايه، بس كل ما بحرك ده هو بيتحكم في اتجاه الحركه، فانا يستفضل ان انا اخلي الحركه بتاعتي في الاتجاه دوت، تمام، اللي هو كده يعني. المهم نرجع تاني ندوس على اللاير ديت كنترول وندوس عليها، بعد كده الت ونسحب. نعمل برضو ممكن حرف الف بيبقى شكله جميل، من الحروف اللي بيبقى شكلها جميل، ونخليه مثلا كده حلو، كأن الحروف ديت متنطورة يعني شوية. وبعدين بلور، جيشن بلور برضو كونفرت، وهنخليه على يعني اقل شوية، ممكن 2.8 مناسب جدا، حلو اوي. جميل اوي. وزي ما انتوا شايفين التصميم خلص يعتبر حلو، هو لا مش يعتبر، هو فعلا خلص. ويعني انا الحقيقه يعني في طرق كتيره جدا جدا جدا، سواء بالفوتوشوب او سواء بالاستريتور او باي طريقه، بس انا مش حابب اخد في تفاصيل بقى واخليك تتعقد من الموضوع. هو الموضوع كله على بعضه في 10 دقايق تطلع باحسن نتيجه واحسن كواليتي لفن التايبوجرافي بورتريت. اتمنى تبقوا بخير. كان معاكم محمد جادو من قناه جادو جرافيك. نقفل بقى.